اتمنى تعملوا اشتراك في القناه بتاعتي الاولانيه. ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه. القصه بتبدا مع ولد في سن المراهقه بيعيط وهو نايم على سريره، وبيكون واقف قدامه راجل كبير بيطلب منه ينام، هو وولد تاني اصغر منه قاعد على سريره وعمال يقطع في اجنته صغيره. الراجل بيلاقي الولد الصغير ما بيردش عليه، بيقرب منه وبيتفاجئ ان عيون الولد ده اتحولت للون الابيض وبيكلمه بلغه مش مفهومه. وبعدها بتحصل حاجات غريبه وبيموت الراجل الكبير. بعد كام سنه بنكون مع بنت اسمها كارلا، طالبه في كليه الطب، وبتكون قاعده في المحاضره مع صاحبتها أليس وبيسمعوا محاضره الدكتور روبرت وهو بيتكلم عن اهميه النوم للانسان وعن مرض اسمه الارق العائلي المميت، وبيعرفهم ان العلماء اكتشفوا ان المرض ده موجود في 40 عيله بس في العالم لغايه دلوقتي، وانه بينقل للابناء من خلال الجينات الوراثيه للاب والام. وبيقول لهم ان المرض ده ما بيخليش الانسان ينام خالص، وفي المراحل النهائيه للمرض بيحصل ضرر في دماغ المريض، وبعدها المريض بيتصاب بالشلل، بيحصل وراها فشل في كل اعضاء الجسم، وبتكون النهايه هي موت المريض. دكتور روبرت بيوريهم صورة شخص مصاب بالمرض ده وبيعرفهم انه بقاله اكتر من شهر ما نامش، بعدها لو عيلته كلها متوفية، وبيعرفهم ان في ناس بتربط بين اللي بيحصل ده كله بين العفاريت والشياطين، وان في روح شيطانية بتخش جوه جسم الانسان المريض ده وهي اللي بتتحكم في تصرفاته. أليس بتعرف من كارلا انها مش عارفة تنام خالص وبتنصحها انها لازم تحاول تنام عشان ده غلط على صحتها، بس كارلا ما بتقدرش تنام عشان اخوها بليك بيتعالج من مرض الارق المميت، والدكاترة بيبلغوها ان مفيش اي تحسن في حالته الصحية خالص. لكن كارلا بتتكلم معاهم وبتحكي لهم عن تجربة اتعملت في امريكا الجنوبية على مريض بيعاني من مرض الارق باستخدام تركيبات كيميائية معينة، ونجح انهم يخلوا المريض ينام لمدة ساعة، بس الدكاترة بيعرفوها ان بعدها المريض توفى، وبيطلبوا منها انها تثق في خبراتهم وفي رأيهم، وبيعرفوها كمان ان من يوم ما اخوها بليك شاف باباها ومامتها وهما بيموتوا بسبب انهم مصابين بنفس المرض وحالته بقت وحشه قوي واتصاب بالمرض ده، وبيطلبوا منها تاخده على البيت لانهم مش هيقدروا يعملوا معاه حاجه اكتر من اللي اتعملت. كارلا بتروح تطمن على اخوها بليك اللي بيقول لها انه مش عاوز اي حاجه من الدنيا غير انه يرتاح مش اكتر، وبيظهر طالب في كليه الطب اسمه باتريك وجا عشان يطمن على بليك. كارلا بتسلم على باتريك بطريقه بارده قوي وبتمشي، وبتشوف بليك وهو بيلعب كوتشينه مع باتريك وهو مبسوط معاه. كارلا بتطلب من الدكتور روبرت انه يساعدها انهم يلاقوا علاج لحاله اخوها بليك، فبيقترح عليها انهم ياخدوا بليك ويروحوا بيه على المكان السري المهجور الموجود في الجامعه، وبيعرفها ان هو وباباها عملوا دراسات وتجارب عن مرض الارق المميت ده في المكان في السر، لان الجامعه رفضت تديهم تصريح بالتجارب دي. وبيقول لها ان مامتها لما اتصابت بالمرض ده هو وباباها خدوها على المكان السري بتاعهم. دكتور روبرت بيفهم كارلا ان عنده 2 مرضى زي بليك وهو بيعالجهم من المرض ده في المكان السري، وبيعرفها كمان ان بليك لازم يلاقي رعايه والا هيموت في خلال اسبوع بالكتير. كارلا بترجع على اوضتها وبتفتح كتاب لباباها وبتشوف ورقه جواه مكتوب فيها خبر نهايه حياته هو ومامتها، وبتوصل أليس اللي بتكون عرفت بموضوع بليك وبتحضن كارلا قوي وبتواسيها. كارلا بتحكي لأليس ان مفيش قدامها غير الدكتور روبرت خصوصا يعني، وانه صاحب باباها من زمان. أليس بتشجعها على الفكره دي وبتعرفها انها هتساعدها. بالليل بيروحوا سوا عشان ياخدوا بليك من المستشفى، بس بيوصل باتريك وبيشوفهم. بعدها بنلاقيهم كلهم قدام دكتور روبرت، وباتريك بيعرفوا انه جه معاهم عشان هو خبير في الادويه واكيد هيحتاج مساعدته، ده غير انه صديق بليك ولازم يساعده. وبيدخلوا المكان السري اللي بيكون عباره عن ممر طويل وفي اضاءه ضعيفه، وكارلا بتسال دكتور روبرت هو ازاي وصل للمكان ده، فبيقول لها ان هو وباباها زمان كانوا سهرانين في الجامعه الوقت متاخر ولقوا المكان ده ولقوا الاسانسير وفي المفتاح بتاعه، وبيعرفها كمان ان الجامعه نسيت المكان ده خالص، وبيوريهم الغرفه اللي فيها الاتنين المرضى، وبيشوفوا كريس اللي بيعاني من مرض انقطاع التنفس اثناء النوم، وانجيلا اللي بتعاني من نوبات الرعب الليلي، وبيكون في سرير فاضي لبليك. كلهم بيبداوا الشغل وكارلا بتكتب الملاحظات، وباتريك بيكون قاعد مع بليك وانجيلا، بس فجاه عيون بليك بتتحول. بالليل أليس بتكون نايمه على المكتب وكارلا سهرانه بتشتغل، بس كارلا بتروح على المكتبه وبتسمع صوت من وراها، فبتشيل كتاب من الكتب الموجوده وبتلاقي فتحه في المكتبه، فبتحاول تشيل المكتبه من مكانها. وأليس بتصحى من النوم وبتسالها هي بتعمل ايه، فبتقول لها انها حاسه ان في حاجه ورا المكتبه دي، وبيشيلوا المكتبه من مكانها وبيلاقوا فتحه تهويه، وكارلا بتلاقي جواها كرتونه. الكرتونه دي بيكون جواها اجنته
الأجندة دي فيها مذكرات مخيفة لراهب اسمه فرانسيس، وبيلاقوا فيها كاميرا وشرايط فيديو. كارلا بتشغل شريط فيديو منهم وبتشوف باباها ويليام وهو بيتكلم عن التجارب بتاعتهم في علاج مرض الأراك المميت، وبيوريهم المرضى اللي بيعمل عليهم التجارب، ومنهم مراته سارة، وبيكون معاه دكتور روبرت والأب فرانسيس اللي دكتور ويليام دعاه عشان يساعدهم من خلال الاتصال بالأرواح. وبيروح عشان يتكلم مع سارة، بس دكتور روبرت بيكون معترض على وجود الأب فرانسيس، وبيقول لويليام إن العلم اللي هو عنده فيه إجابات عن اللي بيحصل حواليهم. بس وهما بيتكلموا بيرجع فرانسيس وبيقول لهم إن سارة قالت له كلام مش مفهوم، وإن صوتها كان متغير خالص، وكان واحد تاني هو اللي بيتكلم، وبيعرفهم إنه هيروح لواحد صاحبه عشان ياخد رأيه في اللي بيحصل. وبعدها الشريط بيخلص. كارلا بتكون عاوزة تبلغ دكتور روبرت باللي هم شافوه، لكن أليس بتطلب منها تستنى لغاية لما يتفرجوا على باقي الشرايط عشان يعرفوا الحقيقة كلها، ويعرفوا كمان ليه دكتور روبرت ما بلغهاش باللي بيحصل ده. كارلا بتقتنع بكلام أليس وبتشغل الشريط التاني، بس قبل ما بيعملوا كده بيسمعوا صوت حد جاي عليهم، فبيرجعوا كل حاجة مكانها بسرعة. وبيوصل باتريك اللي بيكون عاوز يتكلم مع كارلا، فبتمشي أليس وبتاخد الأجندة بتاعة الأب فرانسيس معاها. باتريك بيحاول يتكلم مع كارلا اللي بتكون رافضة إنها تتكلم معاه، وبتعرفه إنه تخلى عنها لما كانت في أكتر وقت محتاجاه. باتريك بيعرفها إنه كان بيحبها قوي وكان غيران منها مهتمية قوي بأخوها المريض وسايباه، وإنه لما عرف المرض اللي عند أخوها ندم وقرر إنه يفضل جنبه وما يسيبهوش. كارلا بتسيبه وبتروح لأخوها بليك اللي بيكون ماسك كتاب وعمال يقطع في الورق بتاعه، بس كارلا بتمسكه وفجأة بتلاقيه فاق من اللي كان بيعمله، وبيعرفها انه مش عارف هو كان بيعمل كده ليه، بس هو حاسس ان صحته بقت احسن. تاني يوم كارلا بتروح تطمن على بليك اللي بيكون بيفطر، وبيعرفها انه هو كويس، بس بعدها بتسمع صوت بيقول كلام مش مفهوم، فبتبص لبليك بتلاقيه بياكل، فبتبص لأنجيلا وبتسألها اذا كانت قالت حاجة، لكن بتلاقيها باصة لبليك وهي مرعوبة منه قوي. بعدها أليس وكارلا بيشغلوا الشريط التاني وبيشوفوا ويليام وروبرت وهما بيتخانقوا مع فرانسيس عشان عاوز يقنعهم ان سارة ملبوسة. بعدها بيظهر ويليام وبيوريهم سارة وهي قاعدة على سريرها، على عكس الاتنين اللي معاها في الأوضة اللي بيكونوا مرعوبين وخايفين قوي وعمالين يصرخوا ويقولوا هو موجود هنا ليه. بس كارلا بتشوف مامتها وهي بتقطع الكتاب بنفس الطريقة اللي كان بيعملها أخوها بليك. بعدها كارلا بتلاقي اخوها بليك شفايفه بتتحرك وانجيلا مرعوبه وبتطلب منهم يخرجوها من الاوضه، وفي نفس اللحظه بتلاقيها سكتت خالص وبتمشي بكل هدوء وبتروح تجيب الكرسي وبتقف عليه وبتنهي حياه نفسها. وبيوصل دكتور روبرت وكارلا بتحكي له على اللي حصل وبتكون قلقانه قوي على اخوها بليك، بس دكتور روبرت بيعرفهم ان المهم دلوقتي انهم ينقلوا جثة انجيلا لأوضة تانية، وهو هيبلغ اهلها وهو اللي هيشيل مسؤولية كل اللي بيحصل ده. بس لما بيوصلوا للاسانسير بيلاقوه عطلان، ولما بيروحوا للسلم بيلاقوه اختفى. كلهم بيتخضوا جامد، لكن دكتور روبرت بيعرفهم انه هيتصل بالتليفون ويطلب عمال صيانة الاسانسير، بس عمال الصيانة بيقولوا له انهم هيوصلوا بكرة. كارلا بتروح عشان تطمن على بليك، لكن بتتفاجئ انه بيحاول يخنقها ويقول لها انه هيموتها زي ما موت مامتها وانجيلا. كارلا بتترعب وبتخرج من الاوضه بسرعه وبتتاكد ان اخوها فعلا ملبوس، وبيدخل عليها باتريك وبيحاول يطمن عليها، وبعد ما بيعتذر لها عن اللي عمله معاها بتقرر انها تتفرج معاه على الشريط الثالث بتاع باباها، واللي بتظهر فيه مامتها وهي بتقول ان في حد بيحاول يدخل جواها اسمه إدمو. في الوقت ده بتكون أليس بتقرا في الاجنده بتاعه الاب فرانسيس وبتعرف ان الشيطان اللي بيعمل كل ده اسمه إدمو. وبترجع لكارلا وباتريك اللي بيشوفوا سارة وهي بتظهر قدام جوزها ويليام اللي بيتخض جامد وبينده على الاب فرانسيس، ولما بيرجعوا بيلاقوا المرايه كلها مليانه دم. روبرت بيقول لهم ان سارة محتاجه تنام مش اكتر، بس كلهم بيسمعوا صوت غريب بيرد عليهم وبيعرفهم انه مش محتاجه تنام. وبعدها الشريط بيخلص. في الوقت ده بليك بيبص لفتحه التهويه اللي في الاوضه، وأليس بتسمع حد بينده عليها بصوت واطي من فتحه التهويه اللي في اوضتها، فبتقرب منها عشان تسمع بوضوح اكتر. باتريك بيكون حاسس ان في حاجه مش مظبوطه وان اكيد في حاجات تاني متصوره وهما ما يعرفوهاش، وبيجي في باله الكاميرا وبيلاقوا جواها شريط فيديو، فبيطلبوه عشان يتفرجوا عليه، وبيكتشفوا ان كل الموجودين في المكان بيموتوا. ودكتور روبرت بيطارد الاب فرانسيس وعاوز يموته برضه، والاب فرانسيس بيعرف اللي هيلاقي الفيديوهات دي ان روبرت هو المسؤول عن كل ده، وبيخفي الكاميرا ورا المكتبه. بعد ما الشريط بيخلص كارلا بتقرر انها تروح تحذر أليس، لكن اوضتها بتكون فاضيه وضلمه، وفجاه أليس بتهاجم على كارلا وبتكون عاوزه تموتها،
لكن باتريك بينقذها، فبتقوم أليس ماسكة كابل الكهرباء وبتقول لكارلا صدقتي دلوقتي يا كارلا، وبتنهي حياة نفسها. باتريك وكارلا بيجروا على التليفون عشان يتصلوا بالنجدة، لكن بيكتشفوا ان التليفون بايظ. باتريك بيكون عاوز يهرب من المكان بأي طريقة، لكن كارلا بتعرفه انها مش هتمشي من غير اخوها بليك، وبتطلب منه يفضل معاها. بعدها بيروحوا يدوروا على بليك، بس بيلاقوا الأوضة فاضية وكريس ميت. بعدها كارلا بتلاقي اخوها في اخر الطرقه، فبتفتح الاجنده عشان تقرا التعويذه، بس فجاه بيظهر روبرت وبيحاول يمنع كارلا انها تقرا التعويذه، لكن باتريك بيقف قدامه وبتقوم بينهم خناقه كبيره، وروبرت بيضرب باتريك بالسكينه، بس كارلا بترمي على وشه ميه نار وبتحاول تنقذ باتريك، بس روبرت بيرجع ويضربها. كارلا بتفوق بتلاقي نفسها في اوضه روبرت اللي مليانه شموع، وبياخد منها الاجنده وبيرميها على الشموع. كارلا بتتهمه انه خاين وجبان عشان هي وثقت فيه واعتبرته زي ابوها. روبرت بيحكي لها قصته، وبنعرف ان هو الولد المراهق اللي كان في اول الفيلم، واللي كان مبسوط ان ادمو ساعده عشان ينتقم من الراجل اللي كان بيعذبه في الملجأ. بعدها بقت مهمته هي انه يخلي ادمو يبقى موجود دايما في الدنيا عشان يشكره على اللي هو عمله معاه، وبيعرفها انه ما يقدرش يفضل صاحي لمده طويله عشان يخلي ادمو يدخل جواه. فقرر انه ياخد الطريق الطويل ويبقى دكتور متخصص في مرض الارض المميت عشان يستخدم المرضى وسيله يخلي ادمو يحضر بيها للعالم بتاعهم. وبيعرفها كمان انه اختار مامتها عشان يخلي ادمو جواها، لكن الاب فرانسيس بوظ الترتيبات كلها، ومامتها ماتت بعد ما موتت باباها، وادمو خسر حريته. انما دلوقتي هو هيقرا تعويذه على اخوها بليك عشان ادمو يكون موجود للابد. لكن كارلا بتقدر تفك نفسها وبتلحق الاجنده قبل ما تتحرق، وبتفتحها وبتقرا منها التعويذه، وبيكون بليك واقف بينها وبين روبرت اللي بيقرا التعويذه بتاعته، وبيفضل بليك رايح جاي بين التعويذات بتاعتهم لحد ما كارلا بتلاقيه بيطلب من روبرت انه ينهي حياه نفسه، وروبرت بينفذ كلامه. بعدها ادمو بيخرج من جسم بليك وبيموت، وكارلا بتاخد اخوها بليك في حضنها وبتعرفه ان كل حاجه انتهت. وبعد 3 ايام بيكون بليك نايم في المستشفى، وفي السرير اللي جنبه اخته كارلا اللي ما نامتش خالص من 20 يوم. وبكده احنا وصلنا لنهايه الفيديو، يا رب يكون فيديو المره دي عجبكم. السلام عليكم.